7 سنوات قد تكون مسيرة البعض في عالم الرياضة لتحقيق مجد أو شهرة، لكن الطفل راشد عبيد الظاهري شكل الاستثناء وحقق في سن السابعة إنجازات باهرة في عالم سباقات السيارات. قال لي انا اريد اكون فورمولا 1 درايفر، يعني ابى اسوق الفورمولا 1. قلت له اوكي، بعد كنت صغير بس خلني اسوي سيرش مالي وادور وابحث كيف الطريقه انك توصل للفورمولا 1. بس عملت البحث مالي وعرفت، اكتشفت ان في سياره صغيره يقدر يبدا فيها. أحسن سباق في في سينا ولوناتو، وأنا خلصت المركز الأول. الشغف بالرياضات الميكانيكية يبدأ ولا ينتهي عند هذا السائق الصغير الذي أنهى موسمه في المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الكارتينج العالمية في أكاديمية بارولين في إيطاليا. راشد طبعا بالمرور الوقت يعني اصبح انه يحبها كل مره، يعني ولا يمل من التدريب وعنده اسلوب في طريقه التدريب، ويكون الاسلوب ماله لوحده. حتى الفريق ماله يعني يحسون اوقات نحن ما نتعامل مع ما يسمى عمره ولد عمره 7 سنين ولا 6 سنين. أنا أدرب to be a Formula 1 driver. أحسن درايفر فرناندو ألونسو، وأنا أريد أكون مثلاً. عملت طويلا مع الأطفال، ولكن العمل مع راشد أمر مختلف لأنه يبلغ من العمر 7 سنوات فقط، ولكن طريقة تفكيره مختلفة لأنه يحب ما يفعل، والأمر سهل جدا بالنسبة لي للعمل معه لأنه يفهم علي بسرعة. تحديات الموسم الحالي مختلفة جدا بالنسبة لراشد، خاصة وأنه يشارك للمرة الأولى في بطولة الميني روك بإيطاليا مع متسابقين يكبرونه ب4 سنوات كاملة، وهي المسابقة التي يتنافس فيها في بعض الأحيان أكثر من 80 سائقا.